عميل للمخابرات المصرية وصديق لرئيس إسرائيل. اتجوز الفنانة ماجدة، وأكتر واحدة زعلت عليه بعد وفاته إيهاب نافع. طيار بدرجة ممثل، بطل في السينما وفي الواقع، رجل من رجال الجيش اللي جذبهم الفن بسحره وأضواءه. النداهة طلبته وهو استجاب واتجه للسينما وحقق نجاح كبير ونجومية، ومع ذلك فضل معتبر نفسه ممثل بالصدفة، وكان دايما بيقدم نفسه كظابط طيار مش فنان. ورغم ان شغله في الوسط الفني كان لسنين قليلة جدا، الا ان الجمهور لسه فاكره بافلامه الجميلة. يمكن كتير يختلفوا على تمثيله ويشوفوه ممثل ضعيف، لكن ده مش هينفي انه كان في جمهور بيعشق ايهاب نافع بوسامته وهدوءه. هو محمد إيهاب نافع من مواليد 1935 في حي الموسكي بالقاهرة. اتخرج من الكلية الجوية واشتغل طيار مقاتل وطيار خاص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وغير كده فهو واحد من عملاء المخابرات. كتير ما يعرفوش عن إيهاب غير إنه ممثل وسيم، قدم عدد من الأفلام واتجوز الفنانة ماجدة الصباحي. لكن حياة إيهاب مليانة بالأسرار اللي كشف عنها بنفسه في مذكراته. ومن الأسرار اللي قليل جدا يعرفها إنه كان متعاون في شغل غامض وسري جدا متعلق بعالم المخابرات، وخاصة إن التعاون ده كان في وقت صعب جدا على مصر بعد ما ضاقت مرارة الاحتلال الإسرائيلي. فسعت مصر لاستغلال كل أدواتها عشان ترجع أرضها، وكان إيهاب أداة من أدواتها. قدر إيهاب يقنع العدو الإسرائيلي بأنه عميل مزدوج، فكان وقتها صديق لقائد القوات الإسرائيلية عزرا وايزمان، واللي بقى رئيس إسرائيل بعدها، وكان بنفسه بيسهل دخول إيهاب لإسرائيل. فكان إيهاب يدخل البلد على أساس إنه هيقدم معلومات عن مصر لعزرا، لكنه في الحقيقة كان بينفذ مهام كلفته بيها المخابرات المصرية، وكان عزرا بنفسه بيديله المعلومات اللي محتاجها. نجح في إقناع عذراء السينما المصرية وقتها الفنانة ماجدة بالجواز، وهي كانت معجبة بيه ووافقت على الارتباط، وخلفت منه بنتها الوحيدة الفنانة غادة إيهاب نافع. دخل المجال الفني ومن أول أدواره كان بطل، وقدم فيلم الحقيقة العارية مع ماجدة، واستغل شغله الفني كستار لدخوله وخروجه من بلاد كتيرة عشان ياخد المعلومات اللي هو عايزها من غير ما حد يشك فيه. وبعد 4 سنين من الجواز اضطر يسيب مصر ويسافر لخلافات سياسية حسب ما ذكر في كتابه، لكن ماجدة رفضت تسيب بلدها وشغلها اللي ادت له كل حياتها، وفضلت في مصر هي وبنتها، واتفقوا على الطلاق بكل تفاهم وسموه الطلاق الأبيض. وآخر عمل فني قدمه فيلم لصوص 5 نجوم سنة 94، ومن بعدها اتفرغ لشغله التجاري. عاشت ماجدة على ذكراه وما اتجوزتش بعده. أما إيهاب اتجوز 8 مرات من ستات بيحملوا جنسيات مختلفة، ولكن أشهر جوازة فيهم جوازه من أرملة أشهر عميل مخابرات مصرية رفعت علي سليمان، المعروف إعلاميا برأفت الهجان، ودفع لها مبلغ كبير علشان تشتري بيت. ولما جه بعد كده يطالبها بجزء من المبلغ ده أنكرت إنها خدت منه حاجة، فطلقها بعد 7 سنين جواز، وفضل عايش حياته شوية يتجوز وشوية يطلق. وفي سنة 2006 كان عمره 71 سنة، حالته الصحية اتدهورت واتصاب بضمور في خلايا المخ، واتنقل لمستشفى القوات الجوية ومات وهو بيتعالج. مات وحيد رغم علاقاته الكتير وجوازاته الأكتر. محدش عمل له عزاء غير الفنانة ماجدة، ولبست عليه اسود رغم مرور سنين كتيرة على انفصالهم. الله يرحم إيهاب نافع، كان بطل حقيقي وبيحب بلده.